لا برافو، لا برافو، حكم عندك شخصيه، حكم شاب، كل واحد بقى حكم طالع لي جديد في الدوري يروح نفخ لي بنجاته ويجي بقى ايه ما يضحكش ويكشر في وش اللعيبه، يروح جاي على الزمالك كده. انت خلاص كده انت حكم قدمت ورقه اعتمادك في الدوري المصري. مبسوط انت كده لما بوظت الماتش؟ مبسوط؟ حكم رافع رايه الاوفسايد على اي هجمه للزمالك، منها اصلا كور اللعيب مش بيبقى اوفسايد وبيضيع علينا هجمات خطيره. يعني مش عارف اقول ايه والله. الزمالك بيتعادل مع المقاولين 0-0 في مباراة انا مش عارف يعني الزمالك عمل فيها ايه. يعني الزمالك جه اصلا ماتش المقاولين ليه؟ مباراة حساباتها كلها غلط من اول المدرب لحد اللعيبه. يعني يانيك فيريرا المفروض ان هو شايف ان اللعب متقفل. كان فين خوان الفينا من بدري؟ كان فين من اول الشوط الثاني؟ ليه منزلهولي في الاخر؟ ماتش متقفل، يعني ماتش محتاج مهارات، يعني محتاج لعيب يخلص لك الموضوع بشكل فردي. الواد نزل اقسم بالله لو في 5 دقايق كمان كان الزمالك جاب جون. المقاولين لعيبه اقسم بالله عالة على الكره المصريه، اسوأ وانت اللعب ممكن تلعبه في ماتش. دول مش نازلين يلعبوا كوره، دول نازلين يبوظوا الماتش، نازلين احنا مش هنلعب كوره، احنا هنركن الاتوبيس ورا وحاجه قمه القذاره. ماتش مش احسن حاجه هجوميا من بنتايج بجد. لا كانش مركز النهارده خالص. اي المكسب الوحيد من المباراه هو خوان الفينا، نزل قلب الدنيا وقدم اوراق اعتماده انه لعيب كبير بجد، والفتره الجايه الزمالك هيعتمد عليه بشكل كبير. الزمالك بجد محتاج نوعيه من خوان الفينا. زعلان جدا عن نقطتين والله العظيم بجد. يعني شايف ان لا مش دي الفرقه اللي احنا نخسر قدامها نقطتين. احنا في دوري محتاجين فيه كل نقطه، لسه في ماتشات جايه صعبه كتير، فمش من اول ماتشين كده تخسر نقطتين. لكن قدر الله ما شاء فعل، ما فيش حاجه تتقال بصراحه. لسه برضو اللاعبين بينسجموا مع بعض، ولسه الفرقه قدامها كتير قوي. للاسف احنا كجمهور مستعجلين ان احنا نتفرج على كوره حلوه، ولكن اللي جاي احسن ان شاء الله.